شايفين الفرق؟ طبعا انتوا شايفين يعني الهيشان كان عامل ازاي. يعني بصوا شايفين انا كده كمان والله العظيم رشيت ايه ده، البتاعه دي كمان بترش قليل جدا. شايفين؟ جايبه لك النهارده بقى سبراي. السبراي ده لفك التشابك، ولو واحده بتعاني كل يوم مثلا في الدراسه ان هي تصرح لبناتها، انا عارفه بتقطعوا شعرهم يا اما بتدلقي عليها جردل زيت علشان الشعر يمشي فيه المشط، او تحطي كريم كتير، وطبعا ده دمار للشعر. فاحنا ممكن نعمل سبراي كده لطيف وخفيف كده في البيت. السبراي ده هيفضل معاكي فتره طويله جدا. كل اللي انت محتاجاه البنت وهي غاسله شعرها ونشفتيه كويس جدا بالفوطه، هترشي على شعرها من السبراي اللي احنا عاملينه ده، هيفك التشابك ويخلي شعرها فيه لمعه كده وصحي جدا، وكمان هيزود الانبات وهيمنع تساقط. وده اللي احنا برضو عاوزينه. احنا مش عاوزين حاجه تفك التشابك وخلاص، لا احنا بنبص برضو لحاجه تكون ممكن تدي فايده قدام. بس قبل ما تبتدوا معايا نشوف ازاي السبراي، اوعي تنسي اللايك وتشيري لصاحبتك، وتنزلي تحت في الكومنتات تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ربنا يفرجها عليهم باذن الله. ايه بقى السبراي اللي انا وجع دماغكم عليه ده؟ طبعا دي مش اسمه ولا حاجه، ده انا اللي عاملاه، بس دي كان سبراي عندي كده فاضي وانا حطيت فيه في العلبه يعني. بصوا سبراي تحفه، ريحته جميله جدا جدا، وريحه احنا ممكن نتحكم فيها براحتك. يعني انت ممكن تحطي الريحه اللي انت عاوزاها زي ما انتوا شايفين كده. انا كل اللي حطيته، كل اللي انا هحتاجه في الوصفه زيت روزماري وزيت لوز وزيت جوجوبا وجليسرين وميه مغليه. دول المكونات اللي انا هعمل بيها السبراي. كل اللي انا هعمله هحط معلقه كبيره. بصوا انا قدامكم بعاير بسرنجه، وبعد كده دي سرنجه للزيوت كده انا عاملاها للزيوت بعمل بيها الوصفات، بس انت ممكن تعمليها بالمعلقه. يعني انا في اهو مره تانية انا حطيت بالمعلقه، قلت عشان لو واحده ما عرفتش تستخدم السرنجه او ما عندهاش او تستخدم المعلقه عادي جدا. فقدامك ده وقدامك ده وانت براحتك. لو بالسرنجه انا محتاجه 15 مللي من زيت الجوجوبا، او معلقه كبيره بتاعه الاكل دي من زيت الجوجوبا، تمام. ومحتاجه برده 15 مللي من زيت اللوز، زيت اللوز الحلو مش المر. وبرده لو انت مش عندك السرنجه يبقى معلقه كبيره من زيت اللوز الحلو، نص معلقه صغيره من زيت روزماري. هو بس عشان تقيل شويه، فاحنا مش عاوزين حاجه اوفر، يعني مش عايزين حاجه جامده، عايزين حاجه منه بسيطه. يبقى هنقول نص معلقه من الروزماري. اخر حاجه هنعوز ايه؟ هنعوز 7 مللي جليسرين. عارفين الجليسرين الطبي اللي بيتباع في الصيدليه اللي احنا بنجيبه في الشتاء؟ يعني في ناس بتجيبه في الشتاء وبتستخدمه لايديها، هو ده اللي انا عايزاه. انا محتاجه 7 مللي منه يتحط مع الوصفه. طب انا عاوزه الريحه تبقى حلوه قوي. هو ريحه زيوت عاديه جدا، بس انت لو عايزه ريحه جميله تخلي ريحه شعر بنتك او ريحه شعرك انت احلى، ممكن تجيبي زيت ياسمين. انا ما حطيتوش في الوصفه لان انا بالنسبه لي ريحه الزيوت دي حلوه ما فيهاش مشكله. والاكتر انا بستخدم ده لابني بصراحه، لان هو ابني اللي شعره كيرلي قوي، فبيعوز حاجه تفك التشابك، لان ده حلو قوي 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 للشعر الكيرلي بالذات، بيفك التشابك ممتاز بصراحه. بعد الجليسرين انا محتاجه برده فنجان صغير. انا الفنجان اللي انا بحط بيه يا جماعه ده كبير، فانا حاطه نص الفنجان، فنجان صغير بس من الميه المغليه. هتغلي الميه وتستني عليها لما تهدى، ما تحطيش الميه وهي بتغلي جامد عشان ما تعمليش صدمه للزيوت اللي احنا حاطينها. فانا عايزه نص الفنجان لو كبير، او فنجان صغير بتاع القهوه ده يتحط، بس الميه تهدى خالص ما تبقاش بتغلي قوي. وزي ما قلت لك الياسمين عشان لو ريحه الشعر تبقى اجمل، يعني حطي كده قطرات من زيت يعني ده بيبقى قطرات مش بيبقى نص معلقه ولا الكلام ده. حبه زيت الورد، حطي حبه زيت لافندر، بس الاكتر خلينا في زيت اللافندر والياسمين. خليكي في الاثنين دول، لان زيت الورد ممكن يسبب تحسس، فبلاش يعني خلينا بلاش، خلينا في الحاجات اللي احنا ضامنين ان هي تمام. كل الزيوت دي هتلاقيها عند العطار، وفي منها دلوقتي نازل ازايز كده جديده بتستخدمي منها وبتشيلي الباقي عندك. السبراي ما شاء الله، يعني انا لقيت عندي ازازه. طب انت مش عندك، عارفه البخاخه، في بخاخه اللي انت بتستخدميها في التنظيف مثلا او حاجه، دي بتتباع عند بتوع المنظفات. هتلاقي البخاخه كده فاضيه، مش عارفه عامله حوالي 10 جنيه ولا حاجه، يعني ممكن تجيبيها، تبقى واحده نظيفه كده تجيبيها وتحطي فيها السبراي ده وتعملي. ليه احنا قلنا سبراي؟ عشان يبقى سهل للتوزيع على الشعر، وفي نفس الوقت
احنا ده هيبقى على طول على الشعر، يعني مش هنستخدمه كحمام زيت ونشطفه. فمش عاوزين مادام هتسيبيه على الشعر كده، مش عاوزين طبقه تقيله تصدم البصيله فتفضل على البصيله فتره طويله طول اليوم. زي ما قلت لكم انا عاملاه اصلا عشان بستخدمه لابني، عشان هو اللي شعره كيرلي كده، كان عاوز حاجه للاستخدام اليومي، يعني مش حمام كريم او حاجه تتحط ويفضل بيها شويه، لا عايز ياخد الشاور خلاص ويرش كده على شعره وبعدين ايه يسرح شعره، لان الكيرلي انتوا عارفين بيبقى رزل شويه لما تيجي تسرحه. قبل الاستخدام انا بتاكد ان انا رجيت كويس جدا علشان الزيوت تختلط ببعض ما تفصلش. كل اللي انا بعمله اهو خلاص اهو بتسرحي، شايفين الفرق؟ طبعا انتوا شايفين يعني الهيشان كان عامل ازاي، يعني بصوا شايفين. انا كده كمان والله العظيم رشيت ايه ده، البتاعه دي كمان بترش قليل جدا، شايفين؟ وطبعا ده في كل الشعر. الحاجه يا جماعه، شكرا يا استاذ ياسين بعد اذنك. طبعا يا جماعه الحاجه اللي بيبقى فيها وصفات الزيوت، نصيحه مني لو انت بتدهني بنتك مثلا شعرها بالزيت او انت بتدهني شعرك بالزيت، بلاش الزيت يبقى دايركت كده على الشعر، لانه بيقفل البصيله وممكن يوقع البصيله من الجدر. مهما كان الزيت ده قيم ومفيش زيه في الوجود، لكن فعلا تقله على البصيله بتقفلها يعني البصيله ما بتستحملش فبتقع. فالاحسن احنا نستخدمه كحمام زيت او اسبري، انا مخففاه بميه عشان يتوزع في كل في كل الشعر. وبلاش تيجي على الجدر واقعد ابخ بيه لا بلاش، لان انا الكلام ده لو انا مثلا هسيبه ساعه ساعتين ثلاثه واغسله، لكن البنت هتفضل بيه طول اليوم واقعد كل شويه ارش لها منه، لا انت كده برضو بتضريها. انا بس بقول لكم كل النقط اللي ممكن تيجي في دماغكم علشان تبقوا فاهمين انتوا بتستخدموا ايه ليكوا او لاولادكم. اللايك والشير، واهم حاجه الشير يا جماعه، وتنزلوا تحت في الكومنتات تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا ربنا يفرجها عليهم باذن الله.